السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى بدعبس كده في التلاجة في الفريزر، لقيت فيه صابعين عندي كفتة كده ومش يعني مستخبيين. فانا بدعبس بقى في التلاجة في الدي فريزر كده، لقيتهم فقلت لهم تعالوا بقى، انتوا جيتوا في وقتكم. رحت قايمة عاملاهم، يلا بينا نشوف عملناهم ازاي، يلا بينا. اول حاجة بقى يا حبايبي علقت عليها المية بتاعت الفراخ عشان تتسلق اهي. هقوم بقى سقطاها اول ما الميه ايه تغلي على طول، اقوم سقطاها. ماشي. احط لها بقى ايه هنا، احط لها بصلايه، قطع بصلايه كده صغيره كده اهي، قسمها كده نصين. ورق لوري وحبهان حطيتهم، وكمان معلقه كمون وسنه فلفل اسود كده اهون. واحط الملح، احط لها كده شويه ملح كده اهو، معلقتين اهو ملح. واسيبها بقى احط لها سنه شطه بسيطه جدا، ولو عندك طماطمايه حطيها نص قطايه كده، حطيها شويه نص جزرايه حطيها، تخلي لك الشوربه مية مية. هنسيبها بقى على كده تستوي. بعد بقى يا حبايبي ما الفراخ بتاعتي اتسلقت وطفيت عليها، احط بقى حله على النار واعمل التسبيكه بتاعتي. حطيت بصلايه حلوه كده بنت حلال، اهون. وكمان يا حبايبي اهو فص ثوم، فرطت عليها فص ثوم. انا اصلا ما بحبش التسبيكه بتاعتي تحمر، هي كده احمرت مني. اروح بقى احط القوط كده بقى، هقوم حاطه القوطه بتاعتي اهي. انا مصفياها يا جماعه، ضرباها في الخلاط ومصفياها. هسيبها بقى تغلي كده يا حبايبي. القوطه بتاعتي غليت اهي، انا لسه ما حطيتلهاش التتبيله بتاعتها، ما تبلتهاش، بس هحط لها بقى ايه، طبق كفته اهو كان عندي في الفريزر، لقيته في الفريزر كده وانا بشوف الحاجه اللي عندي. هسيبه كده ياخد ايه غلوه معايا. مش عارفه انت عمال ترقص ليه، هتهدى. هسيبها بقى تاخد غلوه وارجع بقى اتبلها واسقط البسله. اشوف بقى يا حبايبي الكفته بتاعتي، اشوفها عملت ايه اهو. بسم الله ما شاء الله. الكفته زادت ونفشت في الصلصه. دي كفته جملي يا جماعه. نشوف بقى استوت ولا لسه، يعني اشوفها عشان ايه اسقط البسله والحاجه، عشان كله ياخد سوا بعضه، ما تبقاش لسه ما استوتش. بقت موميا يا جماعه، ما بتاخدش سوا، ما شاء الله ما شاء الله. هسقط بقى معايا اهو البسله. ادي البسله بتاعتي سقطتها، واسقط معاها بطاطسايه صغيره كده مقطعاها اهي حتت صغيره قطع كده، وكمان شويه جزر اهو كله قطع صغيره كده. اقلبها بقى. خلي بالكم انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتلهاش اي توابل خالص. احط بقى التوابل واحط الشوربه واديها بقى كل حاجتها دلوقتي. هنا حبايبي تبلتها ملح وفلفل وكمون ومكعب كده ماجي حلو كده اهو. اقلبها بقى. اللهم صل على النبي. تنسيش يا حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا كده في القناه ودعميني، واكتبي لي كومنت حلو كده، وشيري الفيديو مع كل اصحابك. هحط بقى الشوربه. ادي الشوربه بتاعت الفراخ اللي غليت، هحط منها بقى هنا اهو يا حبايبي اهو.
حطيت الشوربه بتاعتي، اقلبها بقى واسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنا بقى يا حبايبي انا سبت البسله والكفته يستووا مع بعض. هعمل بقى شويه رز بالشعريه كده. اول حاجه حطيت ماده دهنيه على النار، وحطيت اهون شويه شعريه كده يحمروا. احمرهم بقى كده. اهي الشعريه بتاعتي يا جماعه، اقلبها. انا عندي هنا مدمنين الرز بالشعريه اهو يا حبايبي. افضل اقلب فيها كده عشان ما تبقاش واحده وواحده. وطبعا انا حاطه معلقه سمنه معاها معلقه زيت كده. انا ما بحبش الدهون الكتير في اكلي، دايما كده يعني بخلي اهو حلوه اهي. السمنه كمان باينه اهي باينه كمان اهي. محمره الحاجه يوم مش ولا مش محمراها، عشان انا ما بحبش الدهون الكتير في ايه في الاكل بتاعي اهو يا حبايبي. حمر بقى الشعريه لحد ما تاخد لون كده جميل. اهي يا حبايبي خدت اللون الذهبي اهو، مش محروق، ده لون ذهبي جميل اهو. اقوم حاطه بقى الرز بتاعي واقلب. حطيت يا حبايبي الميه بتاعه الرز والملح اهو. الميه عامله 3 كوبايات رز، عليهم 3 كوبايات ونص ميه. وحطيت الملح بتاعك الحدق اللي انت عايزاه، وهسيبها بقى اغطي عليها واسيبها تستوي مع نفسها كده. واجي هنا اشوف الكفته بتاعتي والخضار بتاعي اهو، اديله تقليبه حلوه كده. لسه مستواش، هسيبه برضو يستوي. وكده يا حبايبي اللهم صل على النبي اللهم زد وبارك. الكفته بتاعتي والبسله عندي استوت اهي، جميله جدا اهي يا حبايبي. هقفل عليها بقى واحمر بقى الفراخ بتاعتي. قفلت اهو عليها اهو يا حبايبي. حطيت الطاسه على النار، طاسه التيفال بتاعتي الصغيره دي. مش عارفه الطاسه الكبيره بتاعتي جرى فيها ايه وبقت كده الايه الحاجه تلزق فيها. فهعمل بقى في الطاسه الصغيره اللي انا جايباها للملوخيه دي. حطيت اهو معلقه سمنه بلدي اهو يا حبايبي. حطيتها بقى تسيح معلقه السمنه، واقوم حاطه بقى الفراخ بتاعتي تتحمر واغرف الاكل بتاعي. ده اخر حاجه معايا يا حبايبي اهو يا حبايبي. حطيته بقى على النار يحمر، واروح بقى اغرف الاكل كده يا حبايبي. يكون خلصنا غدانا بتاع النهارده الجميل. ما تنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب. باي باي.